لو انت طالب وعندك مشاكل في الدراسة استخدم شات جي بي تي. لو انت عندك انترفيو ومش عارف تعمل ايه اسأل شات جي بي تي. لو حضرتك عايز كود برمجي يعمل لك لعبة صغيرة او صفحات لمدونتك اسأل شات جي بي تي. من الاخر لو عندك اي مشكلة واقفة معاك سواء كنت طالب موظف محاسب اي مهنة خلقها ربنا اسأل شات جي بي تي. فتعالوا نتعرف ايه هو شات جي بي تي وازاي نسجل فيه بكل بساطة. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده شات جي بي تي دي عبارة عن أداة بتشتغل أو بتعمل بالذكاء الصناعي، بتحللك مشاكل كتيرة جدا جدا. لو حضرتك منشئ محتوى تقدر انت تستغله في حاجات كتيرة جدا. يعني مثلا لو قلت له اكتب لي سكريبت مثلا باللهجة المصرية عن مبادرة كتف في كتف اللي معمولة اللي كانت من حوالي يومين، هتلاقيه تلقائيا بيكتب لك السكريبت عن المبادرة ديت باللهجة المصرية وكمان أحسن مننا كمان. حضرتك لو معاك مدونة وبتنشر مثلا في الأسبوع 7 مقالات، عن طريق شات جي بي تي تقدر تنشر أضعاف المقالات اللي بتنشرها في الأسبوع. لو أنت طالب ومش فاهم درس معين اكتب له بس اسم الدرس، اشرح لي اسم الدرس كذا، أنا مش فاهم الحاجة دي، هتلاقيه تلقائيا بيشرح لك الدرس ده، ولو قانون حتى هيشرحه لك. لو حضرتك مش عارف اي حاجه في البرمجه، لو قلت له مثلا اكتب لي لعبه مثلا او عايز كود برمجي لعبه صغيره سباق سيارات، هتلاقيه تلقائيا بيكتب لك كود لعبه. ده حقيقي والله كود لعبه انا لسه مجربها قبل ما اصور الفيديو ده. كود لعبه سباق سيارات راح عامل لي الكود البرمجي، وانت اساسا ولا عارف يعني برمجه ولا عارف اي حاجه، اكنك بتتعامل مع مبرمج بتقول له برمج لي اللعبه دي. من الاخر اعتبر شات جي بي تي ده صاحبك بتتشات معاه. طب يا محمد ازاي نسجل في شات جي بي تي؟ التسجيل في شات جي بي تي هيكون نوعين. اما لو انا مثلا عايز اسجل عشان اخد حد يومي في اليوم، يعني مش بدانه مفتوح معايا طول اليوم، لا ده هو بيكون ليا حد اقصى بستعمله في اليوم وبعد كده ما بيشتغلش تاني. والنوع التاني انت تسجل ويدانه معاك شغال على طول، وده ان شاء الله اللي هنشرح الطريقه ديت في حلقه النهارده. فيلا بينا ننتقل على جهاز الكمبيوتر عشان نتعرف ازاي نسجل في شات جي بي تي باسهل طريقه ممكنه. يلا بينا. احنا كده على جهاز الكمبيوتر عشان نعرف نسجل على شات جي بي تي. اول حاجه هندخل على جوجل كروم طبعا. عشان تدخل على اللينك بتاع شات جي بي تي هسيبه لك في وصف تحت الفيديو، في مقاله كده ممكن تدخل عليها. ولو انت مش عايز تدخل من على المقاله ممكن تدخل من على جوجل كروم عادي، يعني تدخل على جوجل كروم كده. يعني احنا عايزين بس جوجل كروم كده. دخلنا على جوجل كروم كده وتكتب فيه السيرش شات جي بي تي وهيظهر لك الموقع. بس قبل ما نعمل شات جي بي تي عايزين نعمل حاجه اسمها في بي ان. طب ليه احنا بنعمل في بي ان؟ ببساطه شديده لان شات جي بي تي مش مسموح في الدول العربيه، محظور، هو مش معمول الا في الدول الاوروبيه وامريكا، ويعني الدول العربيه مش مسموح فيها. طب احنا نعمل ايه عشان نعرف نسجل في شات جي بي تي؟ لازم ببساطه شديده ان احنا نعمل في بي ان، عشان الاي بي بتاعنا مش بيكون، لو انت مثلا في مصر الاي بي بتاعك مش يكون في مصر، يكون مثلا في دوله زي امريكا مثلا. فالفي بي ان ده احنا بنعمله عشان ننقل موقعنا من مصر لدوله مسموح فيها شات جي بي تي، ده باختصار شديد. فهنكتب في السيرش زين ميت في بي ان، زين ميت في بي ان، هنضغط عليها. بعد كده ظهرت لنا الصفحه دهيت. طبعا احنا بندخل على الفي بي ان، بس احنا مش هندخل على اي في بي ان عشان في مواقع كتيره بتعمل في بي ان، بس احنا بندخل على الفي بي ان بتاع جوجل كروم اكستنشن اللي هو موجود فيه علامه الكروم، جوجل كروم. فهنضغط على اول حاجه فري في بي ان زين ميد بيست في بي ان فور كروم، هو غالبا بيكون في اول الصفحه يعني. فهنضغط عليه، بنعمل له حاجه اسمها اضافه الى كروم. اضافه الى كروم زي جوجل ترانزليت كده، بص في اول الصفحه عاملين له اضافه الى كروم عشان لما ندخل على اي موقع بالانجليزي بيترجموه لنا تلقائيا باللغه العربيه. نفس النظام في في بي ان بنعمل له اضافه على كروم عشان يظهر فوق كده زي جوجل كروم كده. فاحنا بنعمل حاجه اسمها اضافه الى كروم، نضغط عليها. فلما ضغطنا عليها بيقول لي هنا جاري التحقق. هيبدا ان هو يقول لي رساله، هل انت عايز تضيف زي ما قلت لك اهو، عايز تضيف الفي بي ان؟ هقول له ايوه انا عايز اضيفه، اد اكستنشن، هدوس عليها. بمجرد ما اضغط عليها هتلاقيه بينزل لك ملف
تحت اهو بيبدأ ينزل adding to chrome، واول ما ينزل هتلاقيه اتضاف في فوق الصفحة من فوق، بس انتظر قليلا وهيظهر مرة واحدة. بس هو بيقول لي لسه هنا جاري التحقق. زي ما انتم شايفين ضاف لي ال VPN فوق اهو، ضافهولي، بس انا عشان هو اختفى كده، طب انا عايز اثبته فوق زي جوجل ترانزليت كده، فانا هضغط على العلامه ده اهي اللي جنب المربع ده اهي، العلامه ده اهي هضغط عليها، لما بضغط عليها هلاقي اللي هو الفي بي ان اللي انا عملته اهو، فانا هدوس على علامه البن اللي انا اثبته، فلما دوست عليها ظهرت لي فوق زي ما انتم شايفين كده. طب احنا عايزين نشغل البرنامج ده او نختار الدوله انهي عشان نعمل اي بي، فاحنا ندوس عليها. هو برنامج يعني بسيط وسهل جدا، مش فيه تفاصيل كتيره يعني. نضغط عليه زي ما انتم شايفين ظهرت لي الواجهه دهيت. طبعا ديت بيقول لي مقدمه عن البرنامج، وهنا بقى بيونايتد ستيت يعني كليك هير تو تشينج لوكيشن، يعني انت عشان تغير الموقع بتاعك، يعني بتضغط هنا عشان تغير الموقع بتاعك، وهنا بتختار الدولة، وهنا بعرف التفاصيل يعني، وبتشغله ويبدأ يشتغل. طبعا دلوقتي هو مش شغال، احنا هنختار الدولة الأول وبعد كده هو هيشتغل مع نفسه. فهنضغط على تحت اللي هي جيرماني، هنا مكتوب ألمانيا، احنا هنغيره وليكن مثلا هنختار أمريكا، نضغط عليها وكده بدأ يشتغل. شايفين هو بدأ بيعد معايا اهو، بدأ يعد وكده شغال. وهتلاحظوا ان هو عمل علامة حمراء، علامة خضراء، كان هو لونه أزرق بقى علامة خضراء ومكتوب عليها US يعني أمريكا. تمام، دلوقتي عشان نتأكد ان الاي بي او اللوكيشن بتاعنا اتنقل، فاحنا هنكتب في السيرش what is my IP عشان نتأكد ان احنا في ولاية تانية غير مصر. هنكتب في السيرش what is my IP اهو مكتوبة what is my IP، هنضغط عليها، ولما اضغط عليها هختار اول خيار what is my IP address، هنضغط عليها، ولما ندخل عليها بيجيب لي خريطة بعرف من خلالها انا موجود فين حاليا. فانا هضغط عليها فهيدخلني على الصفحة دي، فمن خلال الصفحة دي هعرف الاي بي بتاعي موجود فين دلوقتي. هنا انا موجود في ولاية نيوجيرسي، يعني انا اللوكيشن بتاعي موجود في ولاية نيوجيرسي اهو، موجود على الخريطة. تمام، احنا كده عرفنا اتأكدنا ان اللوكيشن بتاعنا الاي بي بتاعنا موجود في ولاية اسمها نيوجيرسي. دلوقتي بقى ندخل على الخطوة اللي بعديها، وهي نبدأ ان احنا نسجل في شات جي بي تي. هنعمل ايه؟ اول حاجة زي ما قلت لك كده، اللينك بتاع شات جي بي تي هتلاقيه في مقالة تحت في الديسكريبشن، او ممكن تضغط تبحث عن شات جي بي تي في جوجل كروم. هنكتب شات جي بي تي، شات جي بي تي، بس تكتبه بالانجلش، عربي مش بيظهر، تكتبه بالانجلش. نضغط على شات جي بي تي، وبعد ما نضغط على شات جي بي تي هتلاقي الصفحه ديت. طبعا شات جي بي تي تبع شركه اوبن اي اي، فاحنا هنضغط على اول خيار introducing شات جي بي تي اوبن اي اي، نضغط عليها، لما نضغط عليها بيدخلنا مباشره على صفحه شركه اوبن اي اي. طبعا شركه اوبن اي اي ليها قناه على اليوتيوب، ممكن تشترك معاها، ممكن اسيبها لك في وصف الفيديو، بس طبعا مش مهمه ليك بالنسبه لك يعني. فاحنا بقى عايزين نجرب شات جي بي تي، فهنضغط على حاجه اسمها تراي شات جي بي تي، يعني جرب شات جي بي تي، نضغط عليها، ولما نضغط عليها يعملنا نيو تاب جديده ثانيه. فاحنا هنا بقى طبعا بيقول لي بليز ستاند، يعني انتظر، وبعد كده يعمل لي يديني شويه تفاصيل كده، يتاكد ان انا انسان، اديله الايميل، يعني حاجات بسيطه كده. هنا هو بيقول لي بيعمل حاجه اسمها فيريفاينج، يعني يتاكد ان انا انسان. هو بيقول لي فيريفاي يور ار هيومن، يعني اكد لي ان انت انسان. هقول له صح، علامه تعمل له علامه تشيك عشان يعرف ان انا انسان.
وبعد كده بقول لي ويلكم تو شات جي بي تي، يعني مرحبا في شات جي بي تي. زي ما انتوا شفتوا هنا لو انا مسجل قبل كده فهعمل لوجن ان، ولو انا مش مسجل فهعمل ساين اب. طبعا انا عملت اكونت تاني عشان هقول لكم خطوه خطوه ازاي تسجلوا فيه. فانا هعمل ساين اب عشان الاكونت ده مش مسجل عليه شات جي بي تي، فانا هعمل ساين اب. هنا لما عملت ساين اب فقال لي هنا كرييت يور اكونت، يعني انشئ الاكونت بتاعك. انت ممكن تكتب الاكونت هنا بتاعك، وممكن بس انا مش عايز اكتبه، انا هقول كونتينيو ويز جوجل واكتب الاكونت الجديد اللي انا عملته. لو انت عندك بقى اكونت على مايكروسوفت بتقدر تعمل من خلاله عادي. فانا هختار بقى الاكونت بتاعي اللي هو الماني، وكده اخترت الاكونت بتاعي. جاب لي الصفحه دي بيقول لي هنا tell us about you، يعني اخبرنا عنك. فانا هكتب مثلا في اول البحث، مثلا في اول فيرست ليب هنكتب محمد، تمام، وهنكتب في الاسم التالي وليكن محمود. تمام. بعد كده هدوس كونتينيو يعني اكمل. وبعد كده بقى هنا هتيجي الخطوه المشكله كلها. هنا بقى عايز verify your phone number، يعني عايز رقم تليفون امريكي. طيب هنجيب رقم التليفون الامريكي ازاي؟ هدخل على متجر بلاي وانزل التطبيق ده اللي هو اسمه بينج مي. من خلال التطبيق ده هقدر ان انا احصل على الرقم الامريكي. هضغط على بينج مي وادوس اوكي، وبعد كده بيدخلنا على حاجه اسمها البروفايل. اللي يهمني البالانس اللي فوق اللي هي باللون الازرق دوت. طبعا انت لما تدخل بيكون عندك 0 كوينز، يعني رصيدك 0. طبعا انت لازم يكون معاك رصيد عشان تقدر تاخد الرقم الامريكي وتقدر تتبعت لك رساله التاكيد على الرقم اللي انت بتاخده. فاحنا عشان نشحن الرصيد بتاعنا نعمل ايه؟ اول حاجه هنضغط على حاجه اسمها ريتشارج، نضغط على ريتشارج. احنا هناخد اقل قيمه 1 كوين، يعني عامله 1.5 دولار، عامله 1.5 دولار، عشان نقدر نحصل على رساله التاكيد اللي بتتبعت لنا من شات جي بي تي عن طريق الرقم الامريكي. لان انا بمجرد ما اكتب الرقم الامريكي شات جي بي تي في رساله تاكيد بتتبعت. فانا اختار 1 كوين، وبعد كده اضغط على كونتينيو. وبعد كده بيقول لي احنا هنسحب من الفيزا بتاعتك 44 جنيه و99 44 جنيه و99 قرش. انا هقول له طيب تاب باي، اشتري. هيعمل لي حاجه اسمها بروسيسنج يعني معالجه. قال لي باي ميت سكسسفول، يعني هو دلوقتي سحب من الفيزا بتاعتي 44 جنيه و99 قرش. تمام. لو رجعت تاني مثلا دوست باك هتلاقي هنا 1500 كوينز. من خلال بقى الرصيد ده اقدر اللي انا اشحن هدوس اللي انا اخد رساله التاكيد. هدوس على فيريفاينج، وبعد كده بختار من هنا شات جي بي تي اوبن اي اي. تمام. طبعا انا لما دوست على نيكست جاب لي الرقم الامريكي. هكتب الرقم اللي انت شايفه دوت في الفيريفاي يور فون نمبر. فانا هكتب الرقم ده 41 32 69 20 58. كتبت الرقم، هتروح دايس على سند كود. اول ما بدوس على سند كود هتلاقي في رساله اتبعتت لي كده اهو، ده الرساله. هكتبها 20 4 7 7 6. وبعد كده انا كتبت الرقم كده. مبروك عليك، كده انت فتحت شات جي بي تي. هو ده باختصار شديد، يعني دي افضل طريقه تستخدم بيها شات جي بي تي. دي افضل طريقه انا برشحها لك. في طرق تانية بس دي افضل طريقه. انت دفعت 4 يعني دفعت $1.50، بس ده في سبيلك راحتك. انت تقدر من بعد ما انت فتحته على الكمبيوتر هتقدر من خلاله تفتح من على التليفون ومن على الكمبيوتر. انا شخصيا بعمل الطريقه دي. تمام. فموقع شات جي بي تي مهم جدا،
وتقدر تكتب اي حاجه. احنا كده سجلنا وكتبنا الكود، كده ما تقدرش ان انت تعمل اي حاجه بالرقم الامريكي ده عشان انت شحنت 1 كوين. قلت لك زي $1 دوت ما بيعملش حاجه. يعني هو $1 ده بنعمله عشان ناخد رساله التاكيد اللي بتتبعت لنا من شات جي بي تي، هي رساله تاكيد واحده، فدي اقصى قيمه. هيدخلنا بقى على الموقع نفسه شات جي بي تي. اكتب له بقى زي ما انت عايز، زي ما انت عايز، اي مشكله تواجهك اكتب له، قول له كذا كذا كذا، هيرد عليك من غير ما يقول لك حاجه. ده الشات جي بي تي. بتعمل معاه شات، يعني بتعمل معاه دردشه، يعني كأنه صاحبك بتتكلم معاه. اقول له نيكست، و نيكست، دان، تم. وبعد كده بقى بتكتب له هنا بقى، تكتب له اي حاجه بالعربي بالانجليزي، بس يستحسن تكتب له بالانجليزي عشان هو بيفهم اكتر بالانجليزي. بس هو بيفهم عربي، يعني تكتب له اي عربي. يعني مثلا لو قلنا له مثلا مثلا شرح درس شرح درس مثلا الشغل الفيزياء للصف الأول الثانوي وبدوس له انتر. هتروح دايس على علامة الإرسال من فوق من هنا. أول ما دوست الرسالة هيبدأ إن هو يكتب لي، بس لما يجيب لك الرسالة دي اعرف إن في ضغط عليه.